السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وكما العاده نبداو الفيديو ديالنا بصلاه على نبينا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم البنات جيت لكم بهذه الفطيره هذه، تقدروا توجدوها كالغداء ديالكم اولا العشاء اولا الناس اللي مازالين كيصوموا الشوال يوجدوها كالفطورهم. فبغيت نقول لكم قبل سمحوا لي بزاف على هاد الغبره هذه، فما كاين حتى شي حاجه غير بغيت نرتاح شويه هكا من مورا رمضان وصافي. المهم ندوزو الفطيره ديالنا. كيف ما كتشوفوا كتجي معلكه ومفرمجه بواحد الحشوه اللي اقتصاديه، تقدر اي وحده توجدها هكا في البيت ديالها. فندوزو المقادير على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هنا هي غادي نحضروا يعني العجين ديالنا اولا الخليط ديال الفطيره ديالنا. حيت هذا الخليط البنات غادي يكون سائل، ما غاديش نديروه يعني ثقيل. فاول حاجه غادي ندير هنايا كاس ديال الحليب اللي يكون دافي بطبيعه الحال، وكاس ديال الماء اللي حتى هو دافي. هنايا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره مزيان ديال الخميره ديال الخبز. فاذا كان يعني سخون عندكم الحال فما تعمروهاش مزيان. غادي نضيف كذلك واحد المعلقه ديال السكر، تقدروا ديروا غير معلقه صغيره ديال السكر الا ما كتعجبكمش الحلاوه. فصراحه يعني هاد المعلقه كتجي هي هذيك في الحلاوه ديالها. هنايا غادي نضيف واحد 4 كاس ديال الزيت نباتيه. غادي نخلط هاد المكونات كامله وغادي نضيف عليهم هنا واحد البيضه. انا هنايا ضفت واحد البيضه بلديه، داكشي علاش اللون ديالها كيبان صفر شويه ماشي بحال البيض العادي. صافي هادو هما المكونات البنات، وغادي نبداو نضيفو هنا الدقيق بالتدريج. كيف ما كتشوفوا هنايا تقريبا وضعت واحد الكاس ونص ديال الدقيق. غادي نبقى نضيف الدقيق حتى غادي نتحصل على القوام المطلوب والقوام اللي غادي تشوفوا معايا حتى نتوما. صافي غادي نخلط هكا المكونات كامله حتى كيتجانسوا. ونضيف هنايا الملح البنات نسيتو. المكونات كامله البنات غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. هنايا ضفت كذلك واحد شويه ديال الزعتر، انا عندي الزعتر مطحون طحنته. وغادي نضيف كذلك شويه ديال بودره الثوم وشويه ديال الابزار. مكونات كامله كيف ما العاده غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. سمحوا لي على الصوت تاع بنتي. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا خلطت المكونات كامله، وغادي نغطي عليها بواحد البلاستيك غذائي اولا بالسلوفان. غادي نخليها حتى كتختمر. صافي هنايا غادي ندوز باش غادي نحضر الحشوه معكم. غادي نضيف هنايا البصل، واحد البصله كبيره، وغادي نضيف عليها واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. الملح بطبيعه الحال كيبقى على حسب الذوق ديالكم نتوما. صافي غادي نوضعها هنايا على النار. كيف ما قلت لكم البنات غادي نوضعها هنايا على النار. بطبيعه الحال وضعت معها الزيت في الاول، نسيت ما ذكرتوش معكم. غادي نخليو البصل ديالنا حتى كيدبل، وغادي نضيف عليه هنايا واحد العلبه ديال الشامبينيون. تقدروا تضيفوا الشامبينيون الطري اولا المعلب، فانا كان كيتوفر عندي المعلب فضفته. كيف ما كتشوفوا حتى هو حتى طلق راسو. كيف ما قلت لكم البنات خليته حتى طلق راسو. سمحوا لي على الصوت تاع بنتي، كنقطع كتسكت ملي كنبدا نهضر كتبدا تغوت. هنايا من بعد ما خمر لينا العجين، خديت انايا هاد المول هذا ديال الكيش اللي دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بشويه ديال الفينو. انا بغيت هذيك الطبقه تجيني مقرمشه. الا ما بغيتوش الفينو فضيفوا غير الدقيق. صافي كنبدا نضيف هنايا الحشوه
وعندي تما واحد 2 علب ديال الطون اللي غادي نضيفهم حتى هما كذلك. كنحاول نوزع هذيك العلبه ديال الطون حتى هي بنفس الطريقه. كنحاولوا نوزعوا كميات اللي قليله باش هكا ما كيهبطوش لينا لتحت، يعني ما كيهبطوش لينا لتحت العجين ويبقى لينا العجين فوق، حيت كما قلت لكم العجين راه خفيف. صافي الحشوه البنات نتوما كتفننوا فيها كيف ما بغيتوا، يعني كديروا الحشوه اللي كتعجبكم والمكونات اللي متواجده عندكم في البيت. فهنايا ضفت واحد شويه ديال الزيتون مقطع، غادي نضيف واحد شويه ديال المايس حتى هو كذلك. صافي وكنضيف كذلك الفرماج اللي كيزيدنا بنه لهاد الفطيره ديالنا كذلك، وشويه ديال الموتزاريلا. انا هنايا عندي فرماج مخلط مع الموتزاريلا. غادي نضيف هنايا واحد شويه ديال الحار، اللي ما كيعجبوش ما يضيفوش. انا هنايا ضفت واحد شويه ديال الهريسه، وغادي نضيف كذلك شويه ديال الزعتر من الفوق. صافي وكندخلوها للفران اللي كيكون سخون من قبل على عافيه اللي متوسطه من التحت حتى كطيب لينا، وكنهبطوها باش كتحمر لينا من الطبقه الفوقانيه. وكتكون هذه هي الفطيره ديالنا، ها هي وجدات. كنقول لكم بالصحه والراحه، وما تنسونيش من الدعم ديالكم البنات. سمحوا لي بزاف على هذا الصداع هذا، فضروري كان خصني ندير مونتاج باش نحط لكم الفيديو. شكرا بزاف على المتابعه.